النهاردة هنشوف مع بعض لحظات غريبة صورتها الكاميرات في الوقت المناسب. مواقف لو ما اتصورتش غالبا محدش كان هيصدق انها حصلت فعلا. من حاجات ظهرت فجأة في أماكن مستحيل تتوقعها لمواقف كان الحظ فيها بيفرق في آخر ثانية. والأجمل إن كل لقطة هتبقى أغرب من اللي قبلها، فخليك معاه للنهاية وشوف بنفسك. أنا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صلوا على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. شخص كان بيصور من شباك الطيارة عادي، وفجأة خد باله من سحابة شكلها كأن في شخص واقف في المنصة. بصراحة لقطة بالشكل ده صعب جدا تتكرر تاني. الكلبين دول لقوا أسدين واقفين قدام البيت، والغريب إنهم بدل ما يهربوا وقفوا مكانهم وفضلوا يدافعوا عن البيت بكل شجاعة. I love you. ناس كتير نفسها تعيش في بيت على البحر بالشكل ده، بس لما المية توصل لحد باب البيت بطريقة غير متوقعة أعتقد ساعتها الفكرة هتتغير تماما. شخص كان ماشي في الطريق وفجأة لقى التعبان ده قدامه، وبصراحة حجمه وشكله يخليك تلف وترجع من غير ما تفكر. الفضول ساعات بيخليك تقرب من حاجات كان الأفضل تسيبها في حالها، والراجل ده فهم الكلام ده متأخر قوي. كاميرات المراقبة صورت الشمسية دي وهي بتتحرك لوحدها بالليل. شكلها في الكاميرا كأنها لها رجلين وماشية عليهم، ولقطة زي دي أكيد هترجعها أكتر من مرة علشان تصدق اللي شفته ده. الدب دخل مطبخ الفندق وما كانش في حد موجود، وده كان من حظهم هنا بالفعل. لكن الحارس حب يشوف الموضوع بنفسه، فالدب فهمه ان الفضول هنا ما كانش احسن فكرة، والحمد لله ان الموقف عدى على خير. العربية كانت ماشية عادي، وفجأة الصخور بدأت تنزل قدامها. السواق وقف في الوقت المناسب، والحمد لله ما كانش في عربيات تانية قريبة في الوقت ده. التعبان هنا كان بيحاول يدخل البيت، والكلب ده كان عنده شجاعة غير متوقعة بالفعل. في الأول الكلب اتخض منه، وبعدها كان شجاع وفضل يبعده لحد ما خرجه من المكان.
أول ما تشوف الست دي من بعيد هتحس إن راسها اختفت، بس لما تركز شوية هتعرف إن الشنطة وزاوية التصوير هما اللي عاملين الخدعة دي. واضح إن الكلب شاف الماتش هادي زيادة عن اللزوم، فقال لك أنا هدخل أعمل لقطة تصحصح الجمهور شوية. الجماعة دول لقوا تعبان ضخم، وبدل ما يبعدوا عنه قرروا يتصوروا معاه، بس واضح جدا ان التعبان ما كانش موافق على الفكرة دي، فده كان رد فعله. الشخص ده خد باله من حاجة في اللحظة الصح وبشكل غريب جدا. وبصراحة الحظ هنا كان واقف في صفه بقوة. المرونة اللي عند الشخص ده مش مجرد تدريب، دي حالة وراثية نادرة بتخلي عظام التروكة عنده مش مكتملة، وعلشان كده يقدر يعمل الحركة دي بكل سهولة وبشكل غريب جدا. أول ما تشوف المنظر هتفتكر إن اللي قدامك ده حقيقي، بس لو ركزت شوية هتعرف إن زاوية الكاميرا هي اللي عملت الخدعة كلها. الجماعة دول كانوا رايحين للمخيم، وفجأة لقوا التعبان ده قطع الطريق، وساعتها خدوا القرار الصح ولفوا من طريق تاني، وبصراحة هم عندهم حق. الثقة الزيادة ساعات بتخليك تقرب أكتر من المفروض، والشخص ده عرف الكلام ده متأخر. الهوا زاد فجأة ومسك في المظلة وسحب الراجل معاه. المشهد لوحده يوريك قوة الرياح وقتها، والحمد لله الموضوع عدى على خير. سرب النحل ده اتجمع على الطيارة وخلى الرحلة تتأخر، واضطروا يستنوا لحد ما يتعاملوا مع الموقف من غير ما يأذوا النحل، وبصراحة كان تصرف محترم جدا. شكل المبنى وزاوية التصوير مخلين العامل يبان كأنه طاير في الهواء، مع ان الراجل بيعمل شغله عادي جدا. أصحاب البيت هنا اكتشفوا تحت السرير تعبان بايسون طوله حوالي 3 متر. تخيل تصحى من النوم وتلاقي حاجة بالحجم ده مستخبية تحتك. لكن بعد تعامل ذكي معاه قدروا في الآخر يمسكوه ويبعدوه عن المكان.
المطر بينزل هنا في حتة صغيرة جدا، وعلى بعد خطوة مفيش ولا نقطة مية. بصراحة منظر غريب، ولو حد عارف تفسير اللي حصل يقول لنا في التعليقات. الست دي كانت ماشية بالسماعات وما خدتش بالها إن القطر قرب، ولحسن الحظ عامل المحطة شافها في الوقت المناسب وسحبها بعيد. الطائر ده كان واقف قدام الجرار ورفض يتحرك علشان يحمي العش والبيض. والغريب إن ما تهزش رغم حجم الجرار، وكويس إن السواق فهم الموقف ولف من ناحية تانية. الشخص اللي جاي ده كان ماشي بالموتوسيكل عادي، وفجأة لقى تعبان قدامه على الطريق. بصراحة أنا لو مكانه كنت عملت أكتر من اللي هو عمله. I can see you. Go ahead and leave. Cops are being called. كمية الحظ اللي مع الشخص ده مش طبيعية. ثواني قليلة جدا هي اللي فرقت في الموقف ده وخلت الموقف ينتهي بشكل تاني خالص. الميكانيكي كان بيكشف على العربية عادي، وأول ما قرب من العجل لقى تعبان مستخبي بين الأجزاء. ورد فعله لوحده كان كفاية عرفنا قد إيه اتفاجئ من اللي شافه قدامه. الحرامي أخد اللي هو عاوزه وكان فاكر إن الموضوع خلص، بس للأسف كان ضابط الشرطة ده موجود في الوقت والتوقيت الصح. الراجل ده عمل الحاجة اللي تقريبا كلنا نفسنا نعملها في الحر اللي احنا فيه دلوقتي. أول ما تشوف الجمل ده هتفتكر إن راسه اختفت، بس الحقيقة إن وضع رقبته وزاوية الكاميرا هما اللي عاملين الخدعة الغريبة دي. الكائن الغريب ده اتصور بالصدفة تحت المية، وشكله بصراحة يخليك تسأل هو ايه ده، ولحد دلوقتي محدش عارف هو ايه. الراجل ده وهو خارج من المحل لمح عملة واقعة على الأرض، وده كان من حظه هو وبنته بسبب اللي هيحصل دلوقتي.
سواق العربية الحمراء هنا كان محظوظ جدا، وفي نفس الوقت سواق الشاحنة اتصرف بخبرة وسرعة، وده فرق بشكل كبير في اللي حصل دلوقتي. المنظر اللي قدامكم ده أول ما تشوفوه هيبان غريب جدا، لكن في الحقيقة إن دي سلاحف دفنت نفسها تحت الرمل والطين، وبتدخل في حالة خمول شديد لفترة طويلة خلال فصل الشتاء، وده علشان تحافظ على طاقتها وتحمي نفسها من البرد لحد ما الجو يتحسن، وبعدها بتخرج تعيش حياتها الطبيعية. وقفة الشخص ده بره العربية كانت حظ كبير جدا، أكيد اللي حصله ده مش هيخليه يصدق كمية الحظ اللي كانت معاه. Oh my gosh. I love you guys, but you guys. الفقمات دي قررت إن المرسى ده مكان مناسب للراحة، والمشكلة إن عددهم كان كبير جدا لدرجة إنهم عطلوا حركة المراكب. Look at you guys. You guys are being good. واضح إن المكان خلاص بقى بتاعهم. Angry one. You're the angry one. All right, it's okay. I'm gonna walk away, Randy. النار هنا شغالة جوه جذع الشجرة فعلا، والغريب إن شكل الشجرة من بره لسه طبيعي تقريبا، منظر يخليك تسأل النار وصلت لجوه إزاي كده، وإزاي لسه خضرة بالمنظر ده. لو انت من عشاق البطيخ ركز في اللي هيحصل هنا، غالبا اللقطة دي هتعجبك جدا. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى دعمكم للفيديو بلايك والاشتراك في القناة، وعاوزكم تشوفوا بقى الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.